النهاردة هكلمكم على فترة كده حلوة. أغلبنا مر عليها يعني مع بداية الألفية الجديدة كده، وانتشار قوي الدش والساتلايت وكده ظهرت قنوات الأغاني، وكان أشهرهم قناة ميلودي. ازيكم وعاملين ايه جميعا؟ النهاردة هكلمكم على فترة كده حلوة أغلبنا مر عليها. طبعا احنا دلوقتي لما بنفتكرها بتبقى مجرد ذكرى، لأن خلاص يعني راحت الموضة دي أو كده. الفترة دي فترة ايه؟ يعني مع بداية الألفية الجديدة كده، وانتشار قوي الدش والساتلايت وكده ظهرت قنوات الأغاني، وكان أشهرهم قناة ميلودي. قناة ميلودي الأول بدأت بالأغاني بس. طبعا يعني كان عليها انتقادات كبيرة جدا بسبب المحتوى الجريء شوية اللي كان بيتقدم فيها، ان الاغاني كانت يعني خارج الرقابة او مش رقابة قوي، بس كانت يعني جريئة شوية، لان كان القناة غالب عليها النوع التجاري. بس خلينا بعد اكتر من 20 سنة على ظهور القناة دي واختفائها خلاص واختفاء المشروع كله، بعد ما المشروع نجح وابتدى ينتشر لميلودي افلام وميلودي دراما وميلودي حاجات كتيرة كده، وكل ده اختفى وما بقاش باقي غير المشاريع اللي عملتها ميلودي في الفترة دي. ايام ميلودي لما ظهرت كان كل الناس في حالة انتقاد دائم للمحتوى اللي هي بتقدمه، ولحد النهاردة في انتقاد للمحتوى اللي بتقدمه. خلينا نقول حاجة بقى اللي احنا عايزين نقيمه النهاردة بعد الفترة الطويلة دي بنظرة موضوعية للمحتوى اللي كان بيتقدم. خلينا نقول ان المحتوى لو بنسبة 75% كان محتوى معشي مع الزمن، يعني محتوى اختفى، ممكن انا نفسي وانا براجع الحلقة دي وبراجع المحتوى ما لقيتش حاجة افتكرها في الفترة دي. بس في نفس الوقت في 25% مهمين جدا. اولهم كانت اغاني قيمة جدا عايشة لحد دلوقتي. ثانيا نقطة مرتبطة بالأولى، وهي إن فنانين ظهروا في الفترة دي موجودين لحد دلوقتي. وخليني أقول لك بالاسم، يعني على سبيل المثال محمد حماقي وروبي. الناس دول ظهروا في الفترة دي على قنوات ميلودي تحديدا. النقطة الأولى والنقطة التانية مختلفين في إيه؟ إن في أغاني ظهرت ونجحت جدا، بس في نفس الوقت الفنانين بتوعها اختفوا زي لؤي على سبيل المثال. والنقطة التانية ان في فنانين استغلوا الموجة دي والاقبال الجماهيري اللي كان على القنوات دي وظهروا وقدروا ان هم يحتفظوا بمكانتهم ولسه مستمرين لحد دلوقتي. وفي فنانين كانوا موجودين قبل كده واستعانوا بالقنوات دي عشان ينشروا محتواهم بشكل اكبر. وفي فنانين كتار جدا كانوا مستنيين فرصة وقدروا ان هم يوصلوا للجمهور بناء على القنوات دي. خليني اقول لك ان القناة كان محتواها تجاري، وميلودي نفسها كان عندها الشجاعة ان هي تتريق على نفسها وتقول ان هي محتواها تجاري وان هي عايزة تبيع. بس في نفس الوقت القناة كان ليها حسنات كتيرة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بعد فترة التقييم اللي عدت دي وبعد ما المشروع انتهى تماما. غير كده كمان الحاجة المهمة جدا اللي انا خدت بالي منها ان المشاريع لما كانت بتتم بشكل رسمي، يعني حتى الاغاني اللي احنا كنا بنعتبرها هابطة لما جيت اسمعها دلوقتي لاحظت ان هي فنيا كانت اعلى بكتير من اللي بيتقدم دلوقتي. يعني ما كانش في حد بيقدر يعمل اغنية يسجلها في بيته حرفيا زي اللي بيحصل دلوقتي ويطلعها على التلفزيون او يطلعها على اليوتيوب، لان القنوات دي ما كانتش موجودة. فبالتالي كان في مستوى معين للاغاني اللي بتطلع، على الاقل بيتعامل فيها ناس محترفين سواء موسيقيين او سواء كتاب او ملحنين. خليني اقول لك ان هما ممكن يكونوا لسه جداد مثلا، وفي ناس كتيرة كانوا لسه جداد في الفترة دي ومش معروفين، بس على الاقل كانوا هم اصحاب المهنة، كان على الاقل بتروح استوديو وبتسجل، فبالتالي كان الكواليتي اللي بيطلع لازم يعني مستوى فنانين، غير اللي بيطلع دلوقتي اللي منتشر. لو احنا بقى بنتكلم على موجة المهرجانات وكده، فلان القنوات دي قفلت او ابتدت تنقل محتواها للنت، فالناس النت بالنسبة لهم متاح، فكل من هب ودب عايز يعمل اغنية في بيته بيسجلها ويطلع على النت وهو وحظه. وفي ناس كتيرة ضربوا بالطريقة دي. فخلينا اقول لك ان هو ده لو تقييم عادل الفترة دي كانت فترة كويسة الاغاني. انا هرشح لكم بعض الاغاني اللي عايزكم تسمعوها دلوقتي كده بتمعن،
وتقارنوها بالجيل اللي موجود دلوقتي، الاغاني اللي هي بتتعمل في البيوت او تحت السلم على سبيل المثال. اتمنى المعلومات تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على فيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.